هذا البرنامج يأتيكم برعاية الإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك سعادة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الشريعة والحياة في رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. من منا لا يرجو طول العمر وحسن العمل، لكن قليلين من يترجمون هذا الرجاء إلى عمل يصرفون خلاله أعمارهم فيما ينتفع به غيرهم وما ينفعهم في الدنيا والآخرة. نعمة الوقت، وكيف أولاها العقلاء والصالحون عنايتهم فأنجزوا وأبدعوا في شتى العلوم الدينية والدنيوية على حد سواء، موضوع نتحدث فيه مع ضيف حلقتنا الداعية الإسلامي الدكتور طارق السويدان. نرحب بضيف برنامجنا الداعية الإسلامي الدكتور طارق السويدان. مرحبا بك فضيلة الدكتور. ها هنا في مسألة الوقت مسألة بالغة الأهمية تلتبس على كثير من الناس، مسألة الوقت الفعلي والوقت الحقيقي. قد يعيش الإنسان بضع عشرات من السنوات وينجز فيها ما لا ينجزه البطالون والكسالى على مدار قرون وألفيات، وأعمار الأنبياء خير مثال على ذلك. لو تحرر لنا الحديث في هذه المسألة ومسألة استغلال الوقت. شكرا لك أخي محمود، وشكرا لقناة الجزيرة المميزة يعني على الاستضافة الكريمة. تقبل الله منكم ومن المشاهدين الكرام، وشرف كبير لي أن أكون معكم، وبالذات في هذا البرنامج المميز الذي بدأت فيه مع شيخي وأستاذي العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، تقبل الله منه ومن أهله الكرام. الحقيقة الموضوع اللي اخترتوه موضوع جدا جدا جميل، ويعني من المواضيع المحببة إلى قلبي، ولذلك كتبت فيه كثيرا، ويعني كتبت فيه بأكثر من طريقة. ففي يعني جانب نحن نتحدث عن الوقت، وهذا عادة الذي يتحدث عنه علماء المسلمين، ولذلك لي كتاب اسمه وقت المسلم. لكن في نفس الوقت، وهو هذا بالنسبة لي الموضوع الأهم، وهو موضوع الإنتاجية. والإنتاجية نوعين: إنتاجية فردية وإنتاجية جماعية. فالسؤال الذي تطرحه حضرتك سؤال مهم جدا. أنت تتحدث ليس حقيقة عن الوقت، وإنما عن استغلال الوقت لنكون أكثر إنتاجا. ومثل ما تفضلت أن الأعمار يعني من بركتها أن الإنسان ينتج فيها أكثر. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسى له في أجله، يعني ويطال له في عمره. يعني كيف يطول العمر؟ العمر محدد، الأجل محسوم، ولهم ساعة لا يستأخرون عنها ولا يستقدمون. فكيف نجمع بين الأمرين، أن الإنسان يطول عمره ينسى أجله وفي نفس الوقت الأجل محسوم؟ هو الجواب واضح، أن نعم، تاريخ الوفاة ولحظة الوفاة محسومة ولا تتغير، لكن الذي يتغير كيف سنعيش من الآن حتى ذلك الوقت. هذه الفترة قد يعيشها الإنسان في كسل، قد يعيشها في مرض، وبالتالي عمره راح. بينما الذي ينسى له في أجله هو الذي ينتج إنتاج كبير، هذا الذي يحسب. إذن الوقت بحد ذاته، على فكرة عداد الوقت ثابت. خليني أشرح لك وأشرح للمشاهدين الكرام مفهوم جميل من مفاهيم علم الإدارة. هناك من يقدم دورات باسم تنظيم الوقت. احنا عندنا في علم الإدارة تنظيم الوقت هذا مفهوم غلط. ما في شيء اسمه تنظيم الوقت.
كيف ننظم الوقت؟ الوقت أكثر شيء منظم في الدنيا، يعني السنة محسوبة والشهر محسوب والأسبوع واليوم والساعة والثانية وأجزاء الثانية كلها محسوبة، إلى درجة أن العلماء يحسبوا حركة الكواكب بأجزاء من الثانية. فإذا الوقت محسوم وتنظيم الوقت غير ممكن. طيب ما هو الممكن؟ فقالوا لا، ليس تايم اورجانيزيشن تنظيم الوقت، وإنما خلينا نسميها إدارة الوقت، تايم مانجمنت. أيضا هذا مفهوم غلط، إدارة الوقت أيضا مفهوم غلط. ليش؟ خلونا نفكر مع بعض. ما هي الإدارة؟ الإدارة هي التحكم في الموارد، يعني بالذات الموارد المادية والبشرية. يعني عندي موظفين أشيلهم من هذا القسم أحطهم في هذا القسم، هؤلاء العمال أخليهم يرتبوا أمورهم بطريقة معينة، هذه الأجهزة والأموال أوزعها بطريقة. بدون تحكم ما في إدارة. كيف نتحكم في الوقت؟ ما في شيء اسمه، لا يوجد شيء اسمه تحكم في الوقت، لا يوجد أصلا، لأن الوقت لا يمكن التحكم فيه. يعني عن العفو، ما أستطيع أتسلف ساعتين من اليوم واستعملهم بكرة، ولا استأجر ساعتين من شخص آخر، ما يمكن. يعني حتى في قصة على فكرة لطيفة جدا قام بها واحد بريطاني، عن أنه افتتح محل لتأجير الوقت، وقصة لطيفة يعني تدور حول يعني حبكة لطيفة في هذا المفهوم. ما يمكن التحكم في الوقت. إذن تنظيم الوقت غلط وإدارة الوقت غلط. طيب إذن ما هو المفهوم؟ المفهوم الحقيقي لسؤال حضرتك، وهو سؤال جدا مهم، هو ليس إدارة الوقت ولا حتى تنظيم الوقت، وإنما إدارة الذات لاستغلال الوقت. هذا هو المفهوم الجميل في هذه المسألة. عشان الإنسان يكون منتج في قضية الوقت، والسؤال هنا على الإنتاجية، عشان الإنسان يكون منتج، يكون منتجا، نحتاج الحقيقة أربعة أمور أساسية تجعل الإنسان يستغل الوقت، يدير نفسه لاستغلال الوقت ليكون منتجا. وهنا تفترق الأعمار. الأمر الأول الذي يحتاجه الإنسان هو الطاقة. إذا الإنسان كسلان مريض، ما إذا بدون طاقة، التعب الشديد أو الكسل أو المرض يعطل الإنتاجية، وبالتالي يعطل استغلال الوقت. الأمر الثاني الذي سنحتاجه هو تركيز. يعني بدون تركيز، يعني الإنسان إذا مشتت الذهن ومشغول، ويعني تركبه الهموم وما عنده توكل حقيقي وغيرها من المعاني الحقيقة الإيمانية والإنسانية، بدون تركيز ما يكون الإنسان فعالا، ما يكون منتجا. إذن نحتاج طاقة ونحتاج تركيز. أيضا نحتاج وقت فارغ. يعني إذا الإنسان مشغول جدا بالرزق ومشغول بالأولاد ومشغول، كيف سيكون منتجا؟ ولذلك كثير من علمائنا، وممكن بعدين نفصل في هذا، إما هو أصلا ما عنده هذه المشاغل الأخرى، بمعنى أن ما عنده طلب الرزق، أو ما عنده أولاد، أو عنده، وهذا اللي يحتاجه يمكن الناس أكثر، وممكن نتحدث فيه إذا حبيتوا، وهو موضوع التوازن. يعرف كيف يوازن. هناك ناس ما تعرف توازن، والتوازن هذا له مفاهيم وله علم كامل، ممكن نرجع له إذا حبيتوا. إذن نحتاج طاقة ونحتاج تركيز ونحتاج وقت فارغ. إذا توفرت الثلاثة عندها، يعني أي واحدة منهم تعطل الإنتاجية. الآن قبل ما أروح للمفهوم الرابع، فكروا معي يا سادتي الكرام وأبنائي وبناتي، فكروا معي بهذا. شباب قاعدين يلعبوا فيديو جيم، هل عندهم طاقة؟ نعم. هل عندهم تركيز؟ مركزين جدا. هل عندهم وقت فارغ؟ ما أكثر الناس فاضين. يقول الإمام الشافعي لما مر على شباب يلعبوا شطرنج أو غيرها في بداية النهار، وبعدين وصل قبل المغرب، مر عليهم وهو راجع بيته وإذ ما زالوا يلعبوا، فقال: أما زلتم على نفس الحال الذي تركتكم عليه منذ يعني الصباح؟ قالوا: نعم. قال: إني لأبغض الرجل أو المرء يكون مشغولا بأمر لا ينفعه في دينه ولا ينفعه في دنياه. الشباب مركزين على الفيديو جيم، لا تنفعهم في دينهم
ما تحسن الأجر في الآخرة، ولا ينفعهم في دنياهم، ما كسبوا شيء من وراها، ما كسبوا مهارة، ما تحسنت إنتاجيتهم، عطائهم. إذن توفرت لهم ثلاثة أمور: طاقة وتركيز ووقت، ومع ذلك احنا نعتبرهم غير منتجين. لماذا؟ لأنه يشترط الأمر الرابع، وهو طاقة وتركيز ووقت. والأمر الرابع، نحتاج أن يكون عند الإنسان هدف فعال. بدون الهدف الفعال لماذا تريد أن تقضي وقتك وتقضين وقتك بهذا التركيز، بهذا الطاقة، بهذا الوقت؟ لماذا؟ ما الذي تريدون أن تحققوه؟ هذا الذي يجعل الأعمار تختلف. الأعمار محسومة، لكن كيف نستغل الوقت إلى ذلك النقطة، إلى تلك النقطة النهائية، هذا الذي سيفرق، وهذا الذي فرق علماءنا الكبار عن غيرهم. طبعا لا شك أن هناك معادلات ممكن إذا حبيتوا نتحدث عنها، قديمة ومعادلات حديثة. معادلات القديمة طبعا الناس في ذلك الوقت ما عندهم كهرباء كمثال، وبالتالي أول ما يصير المغرب بدأت الدنيا تظلم، ما في يعني إلا القراءة والكتابة والصلاة والعبادة. يعني ما السمر الطويل اللي الناس قاعدة على التلفزيونات وغيرها ما كان متوفر في ذاك الوقت. مشاغل الدنيا الكثيرة اليوم، التواصل العالمي بالغناء وغيرها، هذا كله شغل الناس. فهذه كلها أمور هي التي يعني افترقت عن الماضي والحاضر. إذن الخلاصة أن الإنسان إذا عرف المعادلة، أدار نفسه، استغل الوقت أكثر، عمره محسوم، لكن كيف يستغل الوقت إلى نهاية عمره هو الذي يفرق بين إنسان وآخر. فضيلة الدكتور، يعني نعرف وتعرف رجلا توفي عن 9 نسوة، كان يعطي كل واحدة منهن حقها، وغزا عشرات الغزوات في زمن لم تكن فيه طائرات ولا سيارات، ولكن الغزوات كانت تستغرق الشهور، وكان نسيج وحده في عبادة الله عز وجل. إذا جن الليل فإنه مأمور، وقيل إنه فرض في حقه هو بقيام الليل، كان يقوم الليالي حتى تتفطر قدماه، وكان يقضي بين الناس، وكان يؤمهم في الصلوات، وكان يخطب الجمع والأعياد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي يدير وقته بهذه الطريقة التي حققت كل هذا؟ هذا موضوع جميل جدا، وتحدث عنه في كتابي الرسول الإنسان، الذي يغطي هذا الجانب الإنساني وليس الجانب التشريعي والسياسي والعسكري من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو القدوة في كل شيء صلى الله عليه وسلم، وفي قضية إدارة الوقت واستغلال الوقت والتوازن هو النموذج الأعلى. ومثل ما تفضلت، هو استطاع أن يفعل كل هذا، ويعني أيضا مات في عمر يعتبر صغير بالنسبة لكثير من الناس. والأغرب من هذا أن إنتاجية الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت في سن 40. يعني قبل 40 كانت إنتاجيته محدودة وفردية، يعني لنفسه، ليس له أثر في الناس كبير على الأقل. لكن بدأت المسألة مع الوحي وتغيرت المعادلة كلها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، لكن هذا مفهوم قد يكون بعض الناس يخطئ فيه. يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الوحي، ويعني معه الله سبحانه وتعالى ويهدي ويعينا وكذا. احنا ما عندنا هذا. ماذا تقوله؟ يعني ما هي الرسالة وراء هذا الكلام؟ أننا يجب أن لا نقتدي به. إذا كان كذلك لا، هو مؤيد بالوحي في أمور التشريع، لكن في أمور الدنيا هو متروك، يتصرف كما يشاء. إذا أخطأ يأتي التصحيح حتى لا يقتدي الناس به. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل معظم حياته بتصرفاته الفردية، بقراراته الفردية. أعطيكم مثال ودليل على هذا. لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، تعرفون كلكم القصة، أول ما نزل في أرض المعركة نزل في مكان بالنسبة للخبراء العسكريين ما كان هو المكان الأفضل، فجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا منزل أنزلك الله إياه يعني بالوحي، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ أنت اخترت بناء على هذه المعادلات. قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة.
قال يا رسول الله ما هذا بمنزل، ما كان غلط، وشرح له لماذا، والنبي صلى الله عليه وسلم اقتنع وغير. إذن هو يتصرف بناء على فرديته، على إنسانيته، حتى نستطيع أن نقتدي به. ولذلك الذي تفضلت به مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذا، التوازن والعطاء والفاعلية في كل جوانب الحياة، وفي نفس الوقت فعلها كإنسان وليس يعني وحي يوجه. التوجيه في الوحي هذا يأتي في قضية التبليغ في التشريع أساسا، طبعا يأتي في بعض الأمور الأخرى لكن يأتي قليلا، لكن معظم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حياة إنسانية. هنا ماذا يعني الجواب على سؤالك هو نفس الذي تكلمت عنه في البداية. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يدير نفسه، وذلك تعريف الإنتاجية إدارة الذات لاستغلال الوقت بطاقة وتركيز من أجل أهداف فعالة. الآن خلينا نشوف المعادلة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان عنده وقت؟ هو وقته مثل وقت باقي الناس، كلنا نملك 24 ساعة. هل كان عنده طاقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان عنده طاقة، لكن على فكرة تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الأمراض، الحديث الصحيح كثير الأمراض. إذن هو مثلنا، هو إنسان ينشط أحيانا ويمرض كثيرا. زين، يمكن بعضنا ما يمرض كثيرا، هو كان يمرض كثيرا، فالطاقة ليست عنده يعني خاصية خاصة فيها. الآن إذن الطاقة موجودة والوقت موجود كباقي الناس. الآن نروح نشوف لقضية التركيز. التركيز أنه لما يضع رأسه ولا الإنسان يخطط لشيء ويحاول أن ينفذه ما يتشتت. هذا من الأشياء التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلها المنتجون الفعالون. وهذه نصيحة لأبنائي وبناتي، المنتجون الفعالون إذا اشتغلوا في مسألة ما يتشتتوا. لذلك في مفهوم حتى غربي اسمه مالتي تاسكينج، يعني أنا قاعد أكتب كتاب وفي نفس الوقت تلفوني مفتوح أرد عليه، ويمكن الكمبيوتر أرد على الإيميلات، وفي نفس الوقت عندي مشروع كل شوية أرجع له. إيش هذا؟ بعض الناس يظن أن هذا جيد. تم إثبات علميا أن المالتي تاسكينج، هذا تعدد الأعمال في نفس اللحظة، هذا شيء سيء ويعطل الإنتاجية. نصيحتي ركزوا، جيتوا تألف كتاب ولا تعمل إجابة على إيميلات ولا افعلوا شيء واحد في الفترة الواحدة فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان عنده تركيز على ما يفعل. إذا كان في الحرب فهو في الحرب، إذا كان مع أهله فهو مع أهله. هذا هذا فرق، لكن هذا موجود عند كل المنتجين كذلك، كلهم عندهم هذا التركيز الشديد. يبقى المعادلة الأخيرة هو الهدف الفعال. الهدف الفعال، النبي صلى الله عليه وسلم هو نموذج في أعلى الأهداف وأسمى الأهداف، بل كان يعلمنا هذا. أعطيكم قصتين لطيفتين في هذا، طبعا ليس قصة، يعني حديث وقصة. أما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. لا تطلبوا بس الجنة، اطلبوا الهدف السامي، الهدف العالي. والقصة اللطيفة التي أريد أن أشير إليها هي قصة يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إذا أردتم أن تعرفوا مراتب الهمم، همة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الهمة العليا. إذا تريدوا أن تعرفوا همة شخص ليس رسول فانظروا إلى همة ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه. ما كثير منا ما سمع أصلا بربيعة. من هو ربيعة؟ ربيعة هذا من بني سلمة، من بني سلمة أو أسلم نسيت، من الأنصار، وكان من أفقر الناس، فقير جدا جدا. وفي يوم من الأيام بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، ربيعة جالس على يمينه، وجاءت غنائم أشكال وألوان من ذهب وفضة وأقمشة وغيرها، وضعوها في المسجد النبوي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمع الناس.
وكان من أكرم الناس، ما يرد أحد، يا رسول الله أعطيني كذا خذ، يا رسول الله أعطيني كذا خذ. فالكل طلب، حتى كبار الصحابة طلبوا. الوحيد اللي كان ساكت ربيعة. النبي صلى الله عليه وسلم خبير بأصحابه، فالتفت إليه قال: يا ربيعة سلني، اطلب. من أفقر الناس، ما قال له أنت من أفقر الناس، بس هو يعرفه، أنت أكثر واحد محتاج، ليش ما طلبت؟ فربيعة قال: أسألك، تريد فعلا أطلب؟ أسألك مرافقتك في الجنة. أوف، هو لا يطلب فقط الجنة، ولا يطلب حتى الفردوس من الجنة، هو يطلب أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا مفهوم الآن رئيسي. أنت حضرتك تسأل عن كيف كان صلى الله عليه وسلم بهذا. هو معادلته في الإنتاجية نفسها، لكن يفرق بيننا وبينه أمور رئيسية. أولا أن الهدف أسمى من كل أهدافنا، والهدف السامي يجعل الإنتاجية أعلى. الشيء الثاني الرئيسي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل التوازن بشكل فعال، وهذا ممكن نشرحه إذا حبيتوا لاحقا بإذن الله تعالى. هذه المعادلات الرئيسية التي فرقت عند الرسول صلى الله عليه وسلم هي معادلات بشرية، بمعنى هذه الإنتاجية العالية ليست بسبب أنه عنده قوة خارقة، لا لا لا، هو إنسان صلى الله عليه وسلم، هو أسمى إنسان، هو خير البشر، هو نموذج البشر، لكنه إنسان كطاقة، كتركيز، كوقت، كأمراض، هو إنسان، لكنه استطاع أن يفعل الأمرين، يرفع الأهداف ويتوازن. الآن كيف نرفع الأهداف، كيف نتوازن، هذه ممكن نتكلم عنها. أيضا في شغلة ثالثة أختم بها، وهي أن الإرادة اللي نسميها إدارة الذات، الإرادة عالية. أنا أستطيع أحدثكم كثيرا عن الإدارة، لكني ما أستطيع أعطيكم الإرادة. الإرادة لازم تنبع من داخل الإنسان. طبعا هناك طرق لتحسين الإرادة، لزيادة الإرادة، وإذا تحبيتوا أيضا ممكن نتكلم عنها. فضيلة الدكتور، مسألة التوازن هذا مهمة للغاية. القرآن الكريم حفل بموازنات ومعادلات تتعلق بمسألة العمر، هذه لابد من الوقوف عندها، ولابد أن النبي صلى الله عليه وسلم طبقها كخير ما يكون التطبيق. يقول الله عز وجل في قصة قارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. وحكى القرآن عن الذين يندمون على أعمارهم المهدرة التي لم ينتفعوا بها، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ إلى آخر الآيات. هذه المعادلات ونقطة التوازن هي ربما مشكلة المشكلات بالنسبة لكثير من الناس. حدثنا باستفاضة قليلا في هذا صحيح. الأمر. نعم إن شاء الله. التوازن نبدأ بالمفهوم الإداري وبعدين ننقله للمفهوم الإسلامي. التوازن في الإنتاجية هي بأن نقسم الحياة إلى 4 أجزاء. عندما نقسم حياتنا إلى 4 أجزاء وندير الأجزاء ال4 بشكل صحيح، عندها ستزداد الإنتاجية، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأجزاء ال4 كما سنرى. لكن أولا خلينا نفهم المفهوم الإداري، بعدين نطبقه على الجانب الإسلامي. الأجزاء ال4 للحياة حسب مفاهيم الإنتاجية هي طبيعية جدا. الإنسان يحتاج أن ينام، هذا الجزء من الحياة، وهناك أعمال نسميها أعمال شخصية، هذا التي يفعلها الإنسان وحده، أمور النظافة، العبادة، حتى لو صلى جماعة بس هو يعني هو قاعد ما قاعد يبني علاقات، هو قاعد يعملها لنفسه، إلا بعد الصلاة يبني علاقات، هذا وقت آخر، لكن احنا نتكلم عن هذا. نتكلم عن أمور النظافة، العبادة، حتى القراءة إذا فعلها الإنسان وحده، الرياضة، غيرها، أي شيء يعمل الإنسان وحده، حتى الترفيه لو عمله وحده، هذا نسميها أعمال شخصية. النوع الثالث من الأعمال
هي الأعمال التي تبني العلاقات، هي ليست الأعمال التي مع الناس. لا، أحيانا يكون الإنسان جالس مع زوجته وأولاده يتفرجوا على فيلم، هذا احنا نسميها وقت شخصي، هذا ما نسميه وقت علاقات. ليش؟ لأن ما قاعد يتكلموا مع بعض، ما قاعد يبنوا علاقات مع بعض، هو والجميع مركز على التلفزيون، مش مركزين على بعض، هذا وقت فردي. لكن إذا كان أثناء الفيلم ولا المسلسل ولا غيره يعلقوا، ينتقدوا، الأب يعطي توجيهات، هذا المشهد غلط، هذا التصرف ما هو صحيح، عندها قاعد يوجه، قاعد يبني علاقات. فإذا النوع الثالث هو بناء العلاقات، يدخل فيها طبعا العلاقات الواجبة الشرعية مثل الوالدين والأولاد والأهل والأسرة الممتدة، والعلاقات مع الأصحاب والجيران والآخرين الذين في العمل إلى آخره. فالنوع الثالث قلنا العلاقات. النوع الرابع هو الجانب الذي فيه العطاء، فيه الإنتاجية. هنا التأليف، إدارة العمل، الإنتاج بأشكاله، تقديم الخدمات المختلفة، الأعمال والدراسة أساسا، والإنتاجية بأشكالها المختلفة. هذه 4 أصناف. الآن التقسيم الطبيعي لكثير من الناس يختلف عن وهذا هو على فكرة هذا هو الفرق الرئيسي في قضية التوازن، أن التقسيم الرئيسي لمعظم الناس يختلف اختلاف جذري عن التقسيم عند المنتجين، سواء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قمتهم، أو المنتجين العلماء الذين أشرت إليهم حضرتك، أو حتى علماء الغرب، أو الذين نعيش معهم أصحاب الإنتاجية العالية اليوم. تقسيم التوازن عند هؤلاء يختلف عن تقسيم التوازن عند هؤلاء. خلينا نشوف. راح نشوف ان الانسان العادي يقضي في النوم 8 ساعات يوميا في المتوسط، احيانا اكثر احيانا اقل، لكن في المتوسط 8 ساعات. 8 ساعات تشكل كم من العمر؟ من الوقت تشكل الثلث. اليوم 24 ساعة، 8 ساعات ثلثها. اذا عمليا هذا ثلث حياته راحت نوم. الان بقى ثلثين للحياة. سنجد ان عندهم نسبة عالية من قضاء الوقت الشخصي، لكن في غير العبادات وهذا، يعني تلقى معظمها ترفيه او مبالغة في قضايا اخذ الدش في الحمام ولا كذا، ياخذوا فيها اوقات طويلة جدا. فاذا الوقت الفردي هذا الشخصي كثير، ويصل عند بعضهم إلى 25% 30% من الوقت. أيضا عندهم مبالغة في قضية العلاقات التي لا فائدة منها، وهناك معادلة للعلاقات التي منها فائدة. هذا في واحد من العلماء رأى واحد من أيضا من كبار العلماء رايح في الطريق، قال إلى أين؟ قال إلى فلان. قال لفائدة، يعني رايح تستفيد منها علميا، أو لمائدة، يعني أنت معزوم على وليمة ورد الوليمة، يعني إجابة الوليمة واجب، أو لعيادة، يعني مريض وراح تزوره، لغير ذلك فلا. يعني غير هذه ال3 أمور قاعد تضيع وقتك. فكر بهذه العقلية. إذن هم يبالغوا في الجانب الفردي، يبالغوا في الجانب الذي فيه علاقات شخصية، علاقات مع الناس، ويقللوا من جانب الإنتاجية. الآن أختم وأقول خلينا نشوف المنتجين ماذا يفعلوا، وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنت تسألني عن قدرته على التوازن. خلينا نشوف كيف يدير هذه الأمور ال4. أول شيء يفعله هو تقليل النوم، وهذه ظاهرة وجدتها عند كل المنتجين كلهم، الرسل صلى الله عليه وسلم والعلماء الغربيين وعلماء المسلمين القدامى والحاليين. أنا بقول لكم كلمة شوية شديدة يمكن على بعض الشباب، أنا لا أعرف إنسانا عظيما ينام أكثر من 4-5 ساعات في اليوم، ما أعرف، لا في القديم ولا في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان تزيد إنتاجيته بسبب تقليل النوم. هذه مسألة.
الآن نشوف لقضية العلاقات. المنتجين ما يضيعوا وقت بعلاقات لا هدف منها. احفظوا هذا المبدأ، العلاقات ليست هدفا، العلاقات وسيلة للأهداف. ففي بعض الشباب والبنات ما عندهم هدف من العلاقة، فقط يريدوا بناء علاقات. حتى بعض الدعاة أنا شفتهم يريد أن يزيد عدد المتابعين والكذا. لماذا؟ يعني إذا هو العدد هو الهدف، حتى شفت بعضهم للأسف يروح يشتري متابعين بس عشان يقول والله عندي كذا مليون. ما هذا ما هو لا يوجد هدف سوى الشهرة وسوى الفخر أمام الناس. فهذا فيها خلل، هذه مفاهيم فيها خلل. إذن أصحاب الإنتاجية العالية يختلفوا في النوم، ويختلفوا في أن ما عندهم علاقات ليس وراءها هدف. حتى العلاقات التي مع الأهل والكذا وراءها هدف، وهو ترك أثر فيهم، قيام بواجب شرعي. ما في شيء اسمه راح أبني علاقاته بس. الشيء الثالث الرئيسي، وهذا شيء مهم جدا، وهذا فرق رئيسي جدا بين الاثنين، نشوف جانب العطاء والإنتاجية. سنجد أن جانب العطاء عند معظم الناس بحدود 10-15% من وقتهم، عند المنتجين تصل إلى 30-35% من وقتهم. فلما تشوف هي نفس العمر في النهاية، لكن هذا 10% من حياته إنتاجية، هذا 30% من حياته إنتاجية. الآن فكروا، هذا عاش 60 سنة، هذا عاش 60 سنة، ما هو الفرق؟ 10% من 60 سنة، فهذا أنتج فقط 6 سنوات، بينما الآخر 30% من 60 سنة. إذن ماذا أنتج؟ أنتج 18 سنة. هذا الذي يجعل العطاء مختلفا، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قمة العطاء، وهو قمة النموذج في هذا التوازن. تفضل حفظك الله. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. أرجو منك ومن السادة المشاهدين أن تبقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير إن شاء الله. 20 سنة في عمر ويكيبيديا، بين الاستفادة من أضخم موسوعة مفتوحة عبر التاريخ، ومعارك الحذف والإضافة، وأجندات المتدخلين في المحتوى. دور وسائل الإعلام في نشر الثقافة القانونية في المغرب، وتجربة العبور بين دقة المصطلحات وتبسيط المفاهيم. حوادث إطلاق النار تتفاقم في أمريكا، ومعركة الفصل الثاني من الدستور تعود إلى واجهة الإعلام من جديد. المرصد غدا في 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من الشريعة والحياة في رمضان، ونجدد الترحيب بالداعية الإسلامي ضيفنا فضيلة الدكتور طارق السويدان. فضيلة الدكتور، استكمالا لحديثنا قبل هذا الفاصل، نرى أن العقلاء والصالحين لم يكتفوا فقط بإدارة ذواتهم لكي ينتفعوا بالأوقات على النحو الأمثل، وإنما ساعدوا غيرهم في هذا سلمان الفارسي مثلا يعلم أخاه في الله أبا الدرداء، يعلمه التوازن بين علاقاته وبين عبادته وبين أمور حياته كلها. في القصة الشهيرة التي ذكرت في الصحاح ما بين أبي الدرداء وسلمان وزوجة أبي الدرداء، مثلا قال أحدهم: الواجبات أكثر من الأوقات، فعاون غيرك على الانتفاع بوقته حتى يمكن أن ينجز في حياته، وما إلى ذلك. حتى وجدنا هذا في علماء المسلمين، مثلا أحدهم مثل الإمام النووي رحمه الله، كان توفي عن عمر قليل للغاية، يعني أكثر من 40 سنة بقليل، وترك مؤلفات عظيمة جدا. يحار المرء كيف كتب كل هذا، وكيف ألف وصنف كل هذا في عمره القصير هذا. حدثنا في هذا المفهوم، مسألة انتفاع الآخرين ومساعدة غيرك في إحداث التوازن والإنتاجية. بارك الله فيك حفظك الله. طبعا العلماء والدعاة والمصلحين يعلموا الآخرين بأسلوبين رئيسيين: بالتوجيه المباشر مثل ما فعل أبو الدرداء أو سلمان الفارسي رضي الله عنه مع أبي الدرداء،
وعلمه كيف يقول له الآن نام، الآن استيقظ، الآن قم، الآن. يعني ما يصير كل هو ماذا فعل أبو الدرداء؟ يقوم الليل ويصوم النهار فنسى أهله، فعلمه أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا، الحديث المشهور. أيضا يعلم الناس بطريقة أخرى وهي النموذج. الناس تراهم فتقتدي بهم، ولذلك الإمام حسن البنا رحمه الله عليه الذي قال الواجبات أكثر من الأوقات فأعن غيرك على الانتفاع بوقته، يعني لا تضيعوا أوقاتكم، الواجبات أكثر من الأوقات. للأسف بعض الشباب اليوم الوقت، تعال نقتل الوقت، تعال نضيع الوقت. ليش؟ لأنه ما عندهم واجبات كثيرة، يقول لهم يلا يا ريت يا ريت بس يعطونا الساعات الفاضية مالتهم يبيعوها لنا ولا يأجروها لنا. الإنسان يتمنى يوم القيامة لو رجع فاستفاد من هذه الأوقات. فهم يعلموا بالنموذج الحي كيف تتم المسألة. لذلك الصحابة الكرام رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف عمل هذا التوازن، بعضهم عرفه بعضهم مختل. سلمان رضي الله عنه عرفه وفعله، أبو الدرداء رضي الله عنه على عظمته اختل التوازن عنده. هنا لأنهما رأيا نفس النموذج لكن ما تعلم، ففي الآخر يحتاج أن يتعلم بشكل مباشر. إذن نحن نستطيع أن نتعلم من خلال مراقبة المنتجين ونشوف كيف يوازنوا حياتهم، كيف ينتجوا، كيف يديروا أوقاتهم، ونتعلم. في طريقة ثانية وهي أن ينصحونا أو نسألهم النصيحة، وتأتي النصائح المباشرة في هذه المسألة. فأنا أريد هنا أن يعني أعطي بعض الشباب نصائح بالجانب الثاني. أنا حدثتكم عن الإنتاجية وحدثتكم شوية عن التوازن، خليني أحدثكم شوية عن الإرادة التي لا نستطيع أن نعلمكم إياها. هذه لازم تنبع من داخلكم. بدون الإرادة القوية لن تستطيعوا لا تكونوا متوازنين ولا تكونوا منتجين. كيف تزيدوا الإرادة عند أنفسكم؟ تزيدوها بأولا الأهداف العالية، كلما ارتفعت الأهداف زادت الإرادة. الشيء الثاني أن تحولوا الكلام العام إلى مشاريع وأهداف محددة. يعني لا تقولوا أريد أن أكون منتجا، أريد أن أساهم في نهضة الأمة، هذا كلام عام. قولوا أريد أن أؤلف كذا كتاب، أفعل المشروع الفلاني، أبدأ بالتاريخ الفلاني، أنتهي بالتاريخ الفلاني. وهذا الأمر الثالث، ضعوا مواعيد لكل شيء. وأمر رابع وأخير وهو صاحبوا أهل الهمم وأهل الطموح. لا يكون أصحابكم حاشاكم من أصحاب التفاهة والهامشية، هؤلاء يضيعوا أوقاتكم أو تتأثروا بهم، وكلاهما سيء. صاحبوا أهل الهمم وأهل العطاء، هؤلاء الذين رؤيتهم تذكركم بالله تعالى، تذكركم بالإنتاجية، تزيد طموحكم. فهذه من المعاني التي ممكن الإنسان أن يتعلمها. فضيلة الدكتور، يعني الشاهد أيضا أن هؤلاء المنتجين الكبار لم تكن حياتهم خالصة، ولم يكونوا يعني يتلقون أوقاتهم ورزقهم على طبق من فضة أو ذهب، لكن كانت هناك أحيانا منغصات كبيرة ومع ذلك لم تصرفهم عن تحقيق أهدافهم العظيمة الكبيرة. نجد أحدهم أو نجد بعضهم وقد سجن، ونجد آخرين قد عذبوا عذابا شديدا في سجنهم مثلا. نجد بعضهم طورد في فترات طويلة من حياته. كل هذا لم يقعد بهم عن الهمة العالية والإنتاج المميز. كيف نحيد أثر مثل هذه المشتتات التي في بعض الأحيان قد تكون مدمرة لغيرهم؟ أحسنت، بارك الله فيك. أنت ذكرت جانب، وفي جانب ثاني مهم جدا. الجانب اللي ذكرته أن جانب المعاناة وطلب الرزق ويمكن الأذى والسجن والمرض تعطل الإنتاجية. لكن خلونا نفكر في الجانب الثاني، الشخص المنعم المرفه اللي ما عنده طلب رزق والرزق متوفر وعنده خدم وحشم وقصور عايش فيها، هل هو منتج؟ هل هي منتجة؟ هؤلاء أضعف إنتاجا حتى من أصحاب المعاناة. إذن الإنتاجية قد يعطلها المعاناة وقد يعطلها الترف الشديد اللي الإنسان ما يعرف يستفيد منه. سيدنا سليمان عليه السلام كانت توفرت له كل الوسائل للتنعم والملك العظيم،
فماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هو اختبار في النهاية، فهذا في اختبار وهذا في اختبار. أنا الذي تعلمت سواء من اطلاعي على التجربة الإسلامية التاريخية والحالية أو اطلاعي على التجربة الغربية هو أن الأمرين مؤثرين، والإنسان يستطيع أن يكون في الحالتين منتجا، وقد يكون الإنسان في الحالتين يعتذر بهذه الأمور عن الإنتاجية، وقد يكون حتى على فكرة الإنسان في الوسط ما عند المعاناة وما عند الترف ولا يكون منتجا. إذن ما هي المعادلة؟ المعادلة هي ليست المعاناة وليست الترف وليست الوسط في الرزق. المعادلة الرئيسية التي هنا يجب أن نفكر فيها هي معادلة إدارة الذات. الذي يدير نفسه في كل الأحوال هذا إنسان فعال. خلينا أضرب مثال، ناخذ مفهوم من المفاهيم التي تعطل الإنتاجية، وهو مفهوم التسويف. ما هو التسويف؟ التسويف باختصار هو تأجيل الأعمال. يعني أنا محدد أني أنا سأدرس مثلا الامتحان في التاريخ الفلاني عشان أكون جاهز في التاريخ الفلاني، يأتي التاريخ هذا أقوم أأجل وأسوف وبعدين يأتي وقت الامتحان وأنا لم أدرس. لماذا يسوف الناس؟ ليس فقط امتحان، يسوف إنتاجية كتاب، إنتاجية مشروع، إنتاجية عمل. لماذا يسوف الناس؟ تم دراسة هذه المسألة فوجدوا أن المسألة ما لها علاقة كثيرا لا بالمعاناة ولا بالترف. وجدوا أن هناك 40 سببا ليس فيها واحد له علاقة بالمعاناة ولا بالترف. 40 سبب يعتذر بها الناس لعدم الإنتاجية، كلها تقريبا أسباب نفسية. اليوم والله الجو جميل ما هو وقت شغل، اليوم جو تعيس يا أخي ما هو وقت شغل. إيش هذا؟ فالناس مشغولة بمثل هذا عن الإنتاجية، وهذه أعذار يقدمها الناس يعني يرفعوا لوم الذات. ف40 سببا معظمها أسباب نفسية. ما هو علاجها؟ وهو الأهم، علاجها هو رفع الإرادة الذي تحدثنا عنه. طبعا نحتاج أن نفهم إدارة الذات، طبعا نحتاج أن نفهم التوازن، وهي أمور مهمة أشرت إليها بارك الله فيك. لكن في النهاية المعادلة كلها تنصب في إدارة الذات والإرادة العالية. ويأتي طبعا أختم بأن تأتي النصائح من الموجهين، استفيدوا منها. اقرأوا كتب الإنتاجية، واقرأوا كتاب جميل كتبه شيخنا رحمه الله تعالى عبد الفتاح أبو غدة، وهو يتحدث عن صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، كيف إرادتهم كانت عالية. هذا اسم الكتاب، نماذج من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، فيضرب نماذج عالية جدا وكيف تستفيدوا منها. اقتدوا بهم من كلامهم ومن أفعالهم. فضيلة الدكتور، هناك مفهوم قد يلتبس على كثير من الناس وهو البركة في الأوقات. ما هي حقيقة هذا الأمر الذي قد يعجب المرء حين يشاهد أحدهم في ساعات اليوم الواحد 24 ينتج أضعاف ما لا ينتجه غيره، رغم أن الاثنين ظروفهما متشابهة؟ احنا عندنا في الإسلام مفهوم البركة والتوفيق والإلهام والإرشاد الإلهي وغيرها من المفاهيم اللي بعض الناس الماديين ما يؤمنوا بها. فخليني أشرحها بأسلوب مادي. ما هي البركة؟ البركة هي ليست مفهوم سحري هكذا ينزل من الله سبحانه وتعالى على الإنسان ففجأة يعني تتضاعف أرزاقه ويتضاعف عطاءه. لا وليس هذا. ما هي البركة؟ البركة هي المفاهيم اللي تكلمنا عنها بالضبط. عندما يكون للإنسان هدف في الوصول للمراتب العليا من الجنة وإرضاء الله سبحانه وتعالى، هذا الهدف السامي هو أحد معادلات الإنتاجية فيرفع الإنتاجية. أمر آخر وهو أن احنا قلنا الطاقة، فمن البركة أن الله سبحانه وتعالى
يجعل حتى الأمراض ما تعطل إنتاجيتنا. وذلك أنا لما فهمت هذا المفهوم والله أذكر ولا أنسى، أنا أدخل المستشفى كثيرا يعني، لكن كثير من كتبي ألفتها وأنا في المستشفى. لما أكون في حالات ماني صاحي ما أقدر أنتج، لكن لما أكون صاحي والله أسهر الليالي في المستشفى. فإذا الله سبحانه وتعالى يعطينا الطاقة ببركته سبحانه، يزيد طاقتنا. إذن الهدف الطاقة، التركيز هي أحد المعادلات الرئيسية في الإنتاجية. الآن الإنسان اللي ما عنده بركة يتشتت رأسه بسهولة، ومشغول بأمرين، بالهم والحزن. الهم هو القلق على المستقبل، والحزن هو الندم على ما حدث في الماضي. فالله سبحانه وتعالى يقول: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني ما تقلقوا على زين، لا هم ولا حزن. كم أشار إليها القرآن الكريم في صفات أهل الجنة: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما في خوف وقلق من المستقبل ولا حزن على الماضي. الإنسان اللي عنده بركة ما هو مشغول في التفكير في الماضي ولا هو مهموم في المستقبل، وإنما عنده توكل عالي على الله سبحانه وتعالى، ورضا بما قسم الله. وحتى لو فعل معاصي في السابق يتوب منها توبة نصوح، فيقلبها الله سبحانه وتعالى، هي سيئات تنقلب إلى حسنات. هذه هي البركة. فضيلة الدكتور، من المعاني التي تكثرون التشديد عليها في محاضراتكم وفي كتاباتكم مسألة الدولة التي نحلم بها، الدولة التي لا تضيع فيها الأعمار ولا الأوقات فيما لا ينفع. حدثنا عن دور الدولة في عون الناس على الانتفاع بأوقاتهم وضبط هذه المسألة. أنا تحدثت في كتاب وفي برامج تلفزيونية، برنامج بعنوان الدولة التي أحلم بها. حديث كثير يدور حول الماضي وحول الحاضر، لكن قليل من يتحدث عن المستقبل بوضوح، وإنما كثير من الحديث عن المستقبل هو شعارات وليس طرح واضح. ولذلك حبيت أني أستعمل علم التخطيط الاستراتيجي في شرح ماذا نقصد بدولة الإسلام في المستقبل. كثير من الناس يتخيل أن دولة الإسلام هذه دولة جادة وجهادية، ويعني ليس فيها أي ترفيه ولا إيش هذا المفهوم. أصلا مفهوم أساسي جدا. لا توجد حضارة لا يوجد فيها فن. لا يمكن إقامة دولة ليس فيها إعلام فعال، ما يمكن. هذه أساسيات. إذا إحنا ما قاعدين نتخيل أن دولة الإسلام هي دولة جادة وما تضيع الأوقات ولا كذا. لا لا، هي فيها ترفيه، لكن ترفيه ما يضيع الأوقات مثل ما تفضلت. ترفيه ما يضيع الأوقات. فيها إعلام، لكن إعلام ما يضيع الأوقات. إحنا في فهمنا لإعلام الدولة الإسلامية أن فيها إعلام وفيها فن وفيها مسلسلات وأفلام وغيرها، أحيانا قصة ولا فيلم تغير في الإنسان أضعاف ما يغير فيه عشرات العلماء. فإذا هذا الذي نفهمه في دولة الإسلام التي نحلم بها. ما فيها تضييع وقت، بمعنى أشياء لا فائدة منها في الدنيا والآخرة ولا قيم فيها. وفي نفس الوقت عندنا إعلام وفن وترفيه ولعب ورياضة، لكنها ليس فيها انحراف. هذا الفرق الرئيسي هو الذي يجعل دولة الإسلام الراقية التي نحلم بها دولة عطاء ودولة إنتاجية ودولة رفع لقيمة الإنسان. الحضارة الغربية انحطت بقيم الإنسان، وانحطت بقيمة المرأة، وانحطت بفكر الشباب، وانحطت وأضاعت أوقات الشباب بترفيه يعني لا قيمة له، وألعاب إلكترونية لا فائدة منها، وأفلام ومسلسلات فيها انحراف. احنا سيكون عندنا كل هذه الأدوات، لكن تذكروا أنها أدوات، بمعنى أن في النهاية هي تزرع قيم وترفع قيمة الإنسان وتجعل الإنسان يصل إلى الفلاح. حي على الفلاح، يصل إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور طارق السويدان الداعية الإسلامي على هذه المشاركة الطيبة، شكرا جزيلا لك. في الختام مشاهدينا الكرام، يقول أحمد شوقي مؤكدا على نعمة الوقت وقيمته:
دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ويقول شاعر آخر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أوقاتنا أعمارنا، فلا تتسرب من بين أيدينا ونحن عنها غافلون، فسوف نسأل عنها، والمفلح من صان عمره وأصلح عمله. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج يأتيكم برعاية الإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك سعادة.